قبلت على نفسي إني أكون زوجة تانية، واللي حصل محدش يتخيله. أنا سارة عندي 33 سنة مطلقة وعندي ولد وبنت. هحكي لكم حكايتي يمكن تستفيدوا منها. أنا اتولدت في أسرة عادية جدا، عندي أختين بنات. ماما كانت حنينة قوي علينا، عكس بابا، كان دايما مش طايقنا وكان قاسي علينا، ومش طايق أمي عشان كل خلفتها بنات. من وأنا صغيرة وأنا بحلم إني أعيش قصة حب واتجوز اللي قلبي يختاره، وأعيش مع جوزي حياة مستقرة وسعيدة. عشان كده ما كنتش بهتم بدراستي. لما دخلت إعدادي ابتدى تفكيري يزيد في إني لازم أحقق حلمي ده. عشان كده كنت أخدة بالي من أي شاب معجب بيا. فكان في واحد جارنا اسمه طارق، كان في ثانوي، كان معجب بيا قوي، وكان دايما بيلمح لي بكده. كنت دايما بقول لصاحبتي نفسي يبدأ كلام معايا وإني معجبة بيه، وكانت صاحبتي دايما بتنصحني وبتقول لي كل ده آخرته إيه؟ إحنا لسه صغيرين قوي، وده كله لعب عيال. لكن أنا كنت دايما شايفة إن هدفي في الحياة أتجوز وخلاص. عشان كده استمرت معايا المشاعر دي لثانوي. وفي الفترة دي طارق كان بقى في كلية. في يوم رجعت البيت لقيت مامته عندنا قاعدة مع مامتي، وأول ما دخلت لقيتها قالت لي إزيك يا سارة؟ ما شاء الله بقيتي عروسة زي القمر. اتكسفت قوي، وماما قالت لي تعالي يا سارة سلمي على طنط. رحبت بيها وهي قعدت شوية ومشيت. وبعد ما مشيت ماما قالت لي سارة أنا عايزة أقولك على حاجة كده. طارق كانت جاية تطلب إيدك لابنها طارق. فرحت قوي، فماما قالت لي أنت فرحتي كده ليه؟ بصي يا بنتي أنا مش عايزاكي تنشغلي عن دراستك، وشايفة إنه عريس مش مناسب. بصي أنا مش مرتاحة للجوازة دي، لأن أنت لسه بتكملي تعليمك، ولأن هو برضه مش معاه شقة ومش جاهز هتقعدي مع أمه، وأنت أصلاً متعرفيش تعملي حاجة، وممكن متعرفيش تتعودي عليهم. قلت لها لا يا ماما بصراحة أنا موافقة وشايفاه مناسب ليا. أنا أصلاً مش مهتمة بتعليمي ولا عايزة أروح مدارس. أنا عايزة أتجوز وأبني أسرة وأخلف أطفال، وبالنسبة لحماتي هعرف أتعايش معاها عادي. أمي فضلت مصممة على الرفض، لكن أبويا كان رأيه من رأيي وكان عايز يجوزني، ومع زني وموافقة بابا اضطرت أمي هي كمان توافق، وتمت جوازتي من طارق، وسكنت مع حماتي، وسبت دراستي ومكملتش ثانوية عامة. مع مرور الوقت بدأت الحياة اليومية تأخذ مجراها. في البداية كان كل شيء جديد، كنت بستمتع بكل لحظة مع طارق رغم إننا كنا نعيش مع حماتي اللي كانت دايما تراقبنا. لكن مع مرور الأيام بدأنا نواجه تحديات جديدة، والمسؤوليات بقت أكبر، وظروف طارق المادية كانت سيئة جدا. رغم كل ده كنت أحاول التكيف مع الوضع الجديد وأتكيف مع حياتي كزوجة. وبعد مرور